ازاي تحولي نفسك من بنت ما عندهاش اي ثقة في نفسها وبتضيع فرص كتيرة من ايديها لبنت الدنيا كلها بتحكي وتتحكى عن ثقتها في نفسها. فيديو كل يوم تلات مع آية الأنصاري. هتطلعي من الفيديو ده عندك معلومات كافية جدا عن ايه هي المسببات اللي بتخلي عندك انعدام ثقة، وهتخشي في تدريب 3 شهور مع نفسك هتطلعي منه حد تاني خالص، فخليكي مركزة معايا. لما لا قدر الله بتتعبي من اي حاجه وتروحي تكشفي عند الدكتور، اول حاجه بيحتاج يعملها هو يعرف ايه السبب عشان يبتدي يعالج. فانت من البدايه خالص محتاجه تعرفي ايه هي الاسباب او العوامل اللي خلتك توصلي للنقطه دي ان انت بتقولي انا ما عنديش ثقه في نفسي. اهم 3 عوامل او اهم 3 محاور انت محتاجه تركزي عليهم او محتاجه تشتغلي عليهم. هو اولا دافع شيطاني. الشيطان اكيد مش هيسيبك كده في حالك، لانه عارف ان ولقد كرمنا بني ادم، فعارف ان انت في الاصل هو انت حد مهم، والمفروض ان انت يكون عندك مكانة كويسة او ثقة كويسة في نفسك، وان ربنا في الاصل اداكي تكريم. تاني حاجة وجودك في مجتمع ملوث خلاكي وصلتي للنقطة دي. تالت حاجة هي نقطة شخصية شوية، ان انتي اخترتي ان انتي تدخلي في مرحلة عدم مقاومة، عشان اكيد مش هيبقى الاخطاء كلها على الغير ومنركزش على اخطائنا الشخصية. اي انسان مننا بيدخل في مرحلة عدم ثقة هي دايما هتشده لفكرة الخوف المستمر. لا انا مش هاخد التخصص ده علشان انا خايفة ما اكونش قده، لا انا مش هبدأ في الشغل ده علشان انا خايفة ما اكونش قده. فده طول الوقت هيبعدك عن الطريق المستقيم والطريق الصح ان انت تنجحي. طول الوقت هيبقى عندك تشتت، وطول الوقت هيبقى عندك احتكار ذات. طب تعالوا بقى ناخد ال3 دول نحطهم في دايرة. هل دول اصلا يعني متناسبين مع الفطرة الانسانية اللي ربنا خلقك عليها؟ اكيد لا. ما اسمعش واحدة تقول لي اه. ليه يا جماعة؟ لان في الاصل او في الفطرة الانسانية او الفطرة الاسلامية ان الدين دايما بيدعو الى القوة واليقين والثبات. فانتي قاعدة بتعملي مبدئيا اصلا الف ب اصلاح. انتي قاعدة بتعملي حاجة خارج الفطرة الإنسانية أو خارج الفطرة الإسلامية بتاعتك. إن دايما دينك بيدعوكي إلى فكرة الثبات واليقين والثقة، مش العكس. فانتي اول دافع ليكي ان انتي قاعده بتعملي حاجه خارج نطاق الفطره الانسانيه بتاعتك، ان انتي انعدامك او انعدام الثقه عندك ده مش شيء متناسب مع فطرتك الانسانيه مبدئيا. طيب انا عايزه ابتدي ادخل فعلا في مرحله تدريب مع نفسي، لان انا مش اول ما هقول النهارده يا آية أنا نفسي أبتدي أرجع أثق في نفسي تاني وابتدي أحب نفسي تاني وابتدي أتقبل نفسي تاني، خلاص مش هوبا الصبح أبص في المراية أنا بحب نفسي أنا بحب نفسي والكلام العبيط اللي بنسمعه على السوشيال ميديا ده. ألف ب إن انتي بتحبي نفسك، إن انتي طول الوقت بتعملي على إصلاح النفس بتاعتك وتطويرها. لقيتي حاجة غلط خلاص ستوب. أنا كنت جيت وصلت لمرحلة معينة مش واثقة في نفسي، مش حابة نفسي بالقدر الكافي، فأول خطوة تجاه الإصلاح إن أنا أقول ستوب. خلاص من هذه اللحظة أنا هشتغل على الإصلاح والتطوير، مش جاست قاعدة بسمع فيديوهات ومش جاست قاعدة بدخل كلام لعقلي وانا ما بدأتش اخد ستيب تجاه ده. طيب بصي حبيبة قلبي، يعني ايه المقصود بفترة تدريب، او ليه مهم اصلا ادي اشارة لعقلي ان انا داخلة في فترة تدريب؟ بصي العقل عامة لما بيبتدي ياخد اشارة ان هو بيعمل حاجة بيستعد ليها وبيتحضر ليها وبيكون على درجة من الحماس أعلى من اللي هو إيه أنا سمعت الفيديو فخلاص أنا قفلت الموبايل فأنا نسيت أصلا آية كانت بتقول إيه. فأنتِ أول خطوة من العلاج إن أنتِ تبتدي تهيئي نفسِك أو تهيئي عقلِك إن أنا في فترة تدريب أو فترة باشتغل فيها على نفسي، هي مدتها مثلًا 3 شهور، فبالتالي أنا قاعدة باتدرب طول الوقت إن أنا عندي ثقة في نفسي، وبالتالي هابتدي أعمل مجموعة من العادات أو مجموعة من الممارسات عشان تدخل معايا في مرحلة التدريب، عشان ما نحولش الفيديو لكلام سمعته وقفلت الفيديو نسيت أصلًا هو كان عبارة عن إيه. أول حاجة معجزة يا بنات بجد في فكرة الثقة بالنفس، عارفين لمّا تلاقي حد كده يقول لك إيه، البنت دي فيها حاجة لله. أكيد سمعتِ الجملة دي قبل كده. شخص لمجرد ما أنتِ تشوفيها أنتِ ارتحتِ لها، شخص لمجرد أنتِ سمعتِ طريقة كلامها أنتِ ارتحتِ لها، لمجرد ما لقيتيها موجودة في مكان، لقيتِ المكان كله يعني بقى فيه طمأنينة وراحة نفسية. ده أكيد مش هي اللي عاملاه، جماعة ده شيء من ربنا سبحانه وتعالى. طول ما أنتِ يا حبيبة قلبي شغالة على فكرة الرضا الإلهي أكتر من الرضا البشري، صدقيني أنتِ هتبقي في حتة تانية وثقتِك في نفسِك هتبقى في حتة تانية. كأن ربنا هينزّل عليكِ كمية ثبات نفسي وثقة نفسية جواكِ وكمية يقين أنتِ حرفيًا مش هتعرفي تعمليه لوحدِك.
حاجة كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. أول خطة معاكي في التدريب بتاع ال3 شهور اللي أنتِ هتكوني شغالة عليه، هي فكرة إن أنا قاعدة باملى عقلي وباملى قلبي إن ربنا يكون راضي عليَّ، مش الناس هي اللي راضية عليَّ. لمجرد ما هتعرفي تعملي كده تلقائيًا هتلاقي الناس كلها شايفة فيكِ ثقة وحلاوة ويقين وراحة. حبيبة قلبي، لو ربنا سبحانه وتعالى فعلًا اجتهدتِ إن هو يطلع على قلبِك، طبعًا ما فيش أي بشر قادر يطلع على نيتِك أو يطلع على قلبِك من جوّه، دي صفة إلهية، صح؟ طيب أنا لمّا ألاقي ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على قلبي ويلاقيه نضيف، لا يحمل أي خبث لأي حد، لا يحمل كره للخير لأي حد، هتلاقي تلقائيًا كمية اللي هو الله! ده أنا جميلة أوي. يعني فكرة إن أنا على الأقل ما عنديش أي حقد أو أي غِل أو أي خُبث، هتلاقيكِ بتحطّي راسِك كده على المخدة، أنا بجد حد جميل أوي، وعندِك كمية ثقة في نَفْسِك، وكمية ثقة إن أنتِ حد طيب وحد كويس، قادرة إن هي تدّيكِ push في حياتِك مش طبيعي. رقم 2 يا عيوني عشان تغيّري مستوى ثقتِك في نَفْسِك خلال 3 شهور، هي التركيز على أهدافِك. ثانية، ثانية، ثانية. ركّزي معايا كده أو تخيّلي معايا إن أنتِ حد بجد حقّق نجاح كويس في دراسته، حقّق نجاح كويس في يومه، حقّق نجاح كويس في شغله لو أنتِ بتشتغلي. يعني بالله عليكِ إيه اللي هيهز ثقتِك في نفسِك لمّا أنتِ بنوتة صاحية يعني صاحية كده في بداية يومِك، أدّيتِ فروضِك وبتحاولي طول اليوم تكتسبي طاعات في يومِك اللي هي النقطة رقم 1 الرضا الإلهي أكتر من الرضا البشري، وجيتِ دخلتِ على النقطة رقم 2 إن أنتِ قاعدة شايفة مذاكرتِك، شايفة حياتِك، مرتّبة بيتِك، منضّفة البيئة اللي حواليكِ. إيه اللي هيخلّيكِ ما عندكيش ثقة في نفسِك بالله عليكِ؟ يعني أنتِ بتصحي كده طاقتِك كلّها أنا حد شاطر، أنا حد كويس، أنا حد الحمد لله بفضل وتوفيق من ربنا بجد اجتهد على نفسه وبجد اجتهد على شغله للحد اللي وصّلني إن أنا فعلًا واثقة في نفسي. هاتي لي واحدة ناجحة في شغلها أو ناجحة في حياتها بجد طول الوقت مركّزة على تحقيق أهدافها، حاطة أهدافها قدّام عينيها، أنتِ أصلًا الشيطان هيلاقي لِك مدخل منين؟ يعني قولي لي اقنعيني الشيطان هيلاقي لِك مدخل منين؟ أنتِ أساسًا ما عندكيش دقيقة فاضية في يومِك عشان الشيطان يستغلها ويقول يالّا نستثمر في عدم الثقة بتاعتها. قولي لي هتلاقي وقت منين يكون عندِك انعدام ثقة في نفسِك؟ أنتِ يومِك كله مترسّخ إن أنا بارضي ربنا وباحقق أهدافي. هتلاقي وقت منين؟ لو عندِك هدف إن أنتِ تنجحي، انجحي. بجد يا بنات النجاح والله العظيم أنا مش قادرة أوصف لكم فكرة النجاح في حياتِك أو النجاح في شغلِك، بيبني عندِك ثقة وبيبني للناس ثقة عنِّك بشكل عامل إزاي. اوعي تتنازلي عن فكرة أهدافِك، لإن ده رقم 1 رقم قوي جدًا، قوي جدًا بجد إن أنتِ تكوني طول الوقت عندِك ثقة في نفسِك. أنا عارفة أنا مين، أنا بجد ربنا الحمد لله إن شاء الله بإذن الله راضي عني، لإني مش باعمل حاجة غلط، وفي نفس الوقت أنا راضية عن المستوى اللي أنا بابذله أو المجهود اللي أنا بابذله في حياتي، فبالتالي أنت مين أو أنتِ مين عشان تيجي تهزي ثقتي أنا بنفسي، أنتِ فاهماني؟ نقطة رقم 3 ركّزي، ركّزي، ركّزي فيها. هتلاقي ناس غريبة كده بتمُر عليكِ في حياتِك بتقول لِك الشكل مش مهم. يعني إيه الشكل مش مهم؟ طيب إحنا أصلًا رقم 1 ورقم 2 في الخطة اللي إحنا اشتغلنا عليها، اشتغلنا على تحسين الجزء الداخلي، اللي هو تحسين روحِك، تحسين إن أنتِ تنضّفي قلبِك من أي خُبث أو من أي غِل أو من أي مقارنات، نبتدي بقى نشتغل على الجزء الخارجي. ما هو ما ينفعش يا بنات نحسّن جودة جانب ونسيب جودة جانب تاني، ما ينفعش طول الوقت تكوني مهتمة بالجوهر وسايبة المظهر. أي حد هيقول لِك كده بجد مش عامل على مصلحتِك، وبجد بيقول لِك أي كلام بطيخ. طول ما أنتِ شكلِك كويس تمام، مهتمية بجودة شكلِك، مهتمية بنضافتِك الشخصية، مهتمية إن شكلِك يطلع مترتب، مهتمية إن أنتِ ما تخرجيش من باب بيتِك غير وأنتِ باصة على المراية وحاسة إن أنتِ بذلتِ أقصى مجهود في نفسِك، تمام؟ يبقى بيقول لِك أي كلام. لازم طول الوقت تكوني شغالة على المحورين، ما ينفعش تكوني يعني حد جميل أوي من برّه وشكله حلو والmakeup بتاعه حلو واللبس بتاعه حلو، وفي نفس الوقت أنتِ حرفيًا حد sorry يعني وِحِش أوي من جوّه. لازم طول الوقت تكوني مركّزة على جودة شكلِك وجودة يعني الإنسانة دي من جوّه. فيا بنات الشكل مهم،
الشكل مهم، الشكل مهم. النقطة رقم 4 ركزي معايا عشان هي بجد مهمة قوي. ما تقفليش على نفسك. انتي عارفة يعني ايه؟ طول ما انتي حاطة نفسك في مجتمعات مختلفة، تمام، ما اقصدش ان انتي تطلعي عمالة على بطال كل يوم يلا نروح يلا نقعد مع اصحابنا يلا مش عارفة ايه، وتنسي تركزي على نفسك وتنسي تحطي وقتك الخاص. لا، دايما خليكي عندك أنشطة في حياتك، بتنزلي تعملي أعمال خيرية، بتنزلي تعملي أي حاجة في حياتك، بتمارسي هواية عندك، بتنزلي تشوفي ناس على الأقل يا ستي مرتين في الأسبوع، مش قافلة 24 ساعة على نفسك، تمام. ده طول الوقت بيعمل فكرة تغذية للمخ انه يعرف يتصرف، ويعمل طول الوقت فكرة تغذية للمخ انه قادر يتعامل مع المجتمعات، فبالتالي يكون عنده ثقة في نفسه ويبُش ثقة لحياتِك. أنتِ فاهماني؟ اوعي تقفلي على نفسِك طول ما أنتِ منخرطة في مجتمعات، كل ما تحسي إن هي بجد فرقت معاكِ في فكرة التعامل، فكرة الثقة، فكرة اللباقة، وطول ما أنتِ قافلة على نفسِك بجد هتلاقي إن أنتِ شخص هشّ أوي ومختلف أوي ومش قادرة غير إنِّك تحطّي نفسِك طول الوقت في مقارنات. النقطة رقم 5 يا بنات لو قدرتِ توصليها فبجد أنا باسقّف لِك وباحييكِ إن أنتِ قدرتِ توصلي قمة السلام وقمة الثقة في نفسِك. حبيبة قلبي، وجود الآخرين أو ظهور الآخرين أو ثقة الآخرين لا تلغي وجودِك. في بنات بتفضل حلوة أوي وفُل أوي لحد ما تبتدي تتحط في مجتمع مختلط، أو في بنات كتير زيها حلوين، أو في بنات كتير زيها واثقين، أو في بنات زيها كتير ناجحين، تبتدي تنزل مراحل من اللي ابتدت تشتغل عليها. مفيش حد واثق بجد من نفسه من جواه بيقارن نفسه بحد أو بيبقى عايز طول الوقت اللي حواليه أقل منه عشان يبتدي يظهر. طول ما انتي حابة النجاح لغيرك، حابة الثقة لغيرك، حابة الحلاوة والجمال لغيرك، فأنا بجد بحييكي ان انتي عرفتي تشتغلي على نفسك صح. بجد طول ما انتي قاعدة مركزة فقط على ان انتي تشتغلي على نفسك، وطول الوقت اللي هي الرقم 1 اوعي تنسيها، طول الوقت منضفة طاقتك، تمام، ان انا بحب الجميع، فانا بحييكي.